اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسعى المهندس جهله. النهارده بنتكلم في موضوع ساعات بنسمعه بس تلاقي فيه كده نوع من انواع اللغط حواليه، حاجه بيسموها البارير اناليسيز. ايه البارير اناليسيز دي؟ طبعا كلمه بارير معناها عائق، ويعني تحليل العوائق. دي حاجه بتستخدم في المانجمنت، بتستخدم في الصيانه، في اداره المشاريع، في كل حاجه. ايه هي البارير اناليسيز؟ احنا بنحاول نحط عائق بين التارجت وبين الهازارد. تقول لي يعني ايه هازارد اصلا؟ الهازارد ده اي حاجه بتعمل خطوره، اي حاجه ممكن تسبب مشكله، اي حاجه ممكن تعمل وجع. طب وايه هو التارجت؟ ده الانسان اللي بيتاثر او الحاجه اللي بتتاثر بهذا الهازارد. الاتنين لو اتجمعوا مع بعض او اتواجدوا مع بعض بيحدث حاجه بنسميها الريسك. فالريسك هو الهازارد اكسبوجر، بمعنى ان في حد معرض لهذا الهازارد. ايه بقى الحل؟ اللي احنا نحط بارير بينهم. فالبارير هنا بنحط حاجز، والحاجز ده بيكون بين الهازارد وبين التارجت. الحاجز ده فايدته ايه؟ الحاجز ده بيخلي تقريبا احتمال الحدوث بزيرو. تقولي طب وايه دخل الاحتمال في الموضوع؟ ما هو الريسك عباره عن ايه؟ احتمال حدوث حدث في مدى تاثيره. بضرب حاجتين في بعض بطلع الريسك. فاحنا لما بنحط العائق ده بنمنع الريسك، بنخلي البروبابيلتي اوف فيلير بتاعته بزيرو، لان كده كده انت ما بتعرفش تغير في الامباكت او الكونسيكونسز في هذه الحاله. فبنحط بارير. البارير ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون فيزيكال بارير. يعني ايه فيزيكال بارير؟ يعني احط حاجه فعلا فيزيكال، احط حديد، احط صمام، احط حاجه تمنع فعليا. وممكن البارير ده يكون حاجه تانية، ممكن يكون ورقي اداري. يعني مثلا احط مثلا لحد لازم يمضي، حد لازم يوقع، حد لازم يعمل اسايند، حد لازم يمرر ده. او يكون البارير حاجه ثالثه خالص، مثلا حد بيراقب، مثلا حد بيحط مونيتورنج. فانت هنا انا ممكن احط انواع كتير من البارير، الغرض منها ان انا امنع التارجت ان هو يتعرض للهازارد. تخيل البارير ده عباره عن فيه فتحات، والبارير اللي بعديه فيه فتحات، والبارير ده فيه فتحات. فلو حصل ان زي مسار ضوء او مسار عدى من البارير الاول من الفتحه الاولى، فممكن يصطدم بالبارير في الفتحه الثانيه. تقول لي طب ما ممكن يكون الفتحه دي زي الفتحه دي زي الفتحه دي، او الايند مع بعض بحيث ان المسار ده او يعدي من الثلاثه بارير. ده كده بيسموه اللي هو السويس تشيز موديل. السويس تشيز موديل معناها يعني قطع زي قطع جبنه كده، والقطع الجبنه دي فيها فراغات، فالمسار ممكن يعدي منها. فلو حصل ده معناه ان ممكن يحصل المشكله. فالمشكله ممكن تحدث باحتماليه قليله جدا 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 لو المسار ده توافق مع ده، او الفتحات دي توافقت مع بعضها. انا عندي مثلا بويلر، فانا حاطط حاجز الاول فيزيكال وليكن صمام، بعد كده حاطط حاجز ان مفيش حد يتعامل مع هذه البويلر الا مثلا بتوقيع معين او ديليجيشن معين، ده حاجز تاني. في حاجز ثالث اللي هو ممكن يكون شخص بيعمل مونيتورنج. فلو الثلاثه فشلوا بتحدث المشكله. لو فهمت يعني ايه بارير اناليسيز قول لنا في الكومنتس ايه المواضيع تانية تحب نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. وشكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده.